السلام عليكم متابعي قناة كينج سبورت. يستضيف ملعب مونتجويك في إقليم كاتالونيا كلاسيكو جديدا للكرة الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024. المباراة تأتي في خضم تألق كبير لريال مدريد مطلع هذا الموسم بقيادة نجمه الأبرز جود بيلينغهام هداف الدوري الإسباني حتى الوقت الحالي، وبين برشلونة الطامح بدوره للفكاك من إصابات. شهد الكلاسيكو الموسم الماضي صراعا في جميع البطولات المحلية، وكالعادة عشنا ندية كبيرة حتى في النتائج النهائية بينهم، لكن بتفوق طفيف للكتلان. فاز برشلونة بالسوبر الإسباني على حساب الريال بعد الفوز عليه في النهائي، لكن الملكي أقصى البلوغرانا من نصف نهائي كأس الملك. وعلى صعيد الدوري الإسباني فاز كل فريق على ملعبه. والآن نحن على موعد مع ركلة البداية للكلاسيكو في الموسم الجديد، والتي ستكون في الليغا، ويمني جمهور كل فريق النفس في أن تكون الافتتاحية لصالحه. الفوز بتلك المباراة بالنسبة لريال مدريد سيعني مواصلة الصدارة بلا شك، والفكاك من الضغوطات الآتية من برشلونة صاحب المركز الثالث في الوقت الحالي، الذي سيتخطاه في رصيد النقاط حال فوز البلوغرانا. ريال مدريد يملك 25 نقطة في المركز الأول، وبنفس الرصيد يأتي الحصان الأسود جيرونا، وبرشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وخلف ثلاثتهم يأتي أتلتيكو مدريد برصيد 120 نقطة وله مباراة مؤجلة. التقى برشلونة وريال مدريد من قبل في المنافسات الرسمية في 254 مباراة، فاز ريال مدريد في 102، وفاز برشلونة في 100 مباراة، وتعادلا في 52 مباراة. وسجل ريال مدريد في شباك برشلونة بالمنافسات الرسمية 424 هدفا، بينما سجل برشلونة 415 هدفا في كل المنافسات الرسمية. وعلى مدار آخر أسبوعين تعرض الكثير من نجوم برشلونة للإصابات، لدرجة وجود توقعات بغياب أكثر من 6 لاعبين عن مباراة الكلاسيكو في ضربة قوية للمدرب تشافي هرنانديز. ورغم كل التأكيدات الصحفية، إلا أن الساعات الماضية شهدت انفراجة بعودة العديد من اللاعبين مرة أخرى إلى التدريبات، مما أثار أسئلة كثيرة حول غيابات وإصابات برشلونة المؤكدة في الكلاسيكو. غيابات برشلونة عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد. الغياب المؤكد حتى الآن هو سيرجي روبرتو قائد برشلونة الحالي، بعد أن تعرض لإصابة عضلية الأسبوع الماضي. يغيب بيدري عن برشلونة منذ غشة الماضي، إلا أنه عاد وشارك في التدريبات مؤخرا، بيد أن التقارير الواردة من إسبانيا تستبعد المخاطرة به والمشاركة في الكلاسيكو. وعانى جول كوندي من إصابة في الركبة، لكنه شارك في تدريبات برشلونة يوم الجمعة مع توقعات بوجوده على دكة البدلاء أمام ريال مدريد. روبرت ليفاندوفسكي جاهز للمشاركة بحسب كل أنباء الصحف، ورافينيا عاد وتعافى تماما من إصابته أيضا. أما فرينكي دي يونغ فموقفه لا يزال ضبابيا. وكان جواو فيليكس قد خرج مصابا من مباراة شختار في دوري أبطال أوروبا، إلا أنها كانت مجرد كدمة بسيطة وسيلحق بالكلاسيكو دون أزمات. على هذا الأساس فإن غيابات برشلونة عن الكلاسيكو ستكون سيرجي روبرتو وبيدري بصورة مبدئية، وجول كوندي وفرينكي دي يونغ بنسبة ليست بالقليلة. وفي المقابل يغيب لريال مدريد كل من تيبو كورتوا بسبب خضوعه لعملية جراحية في الأيام الماضية للتعافي من إصابة الرباط الصليبي. إيدير ميليتاو الإصابة بالرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية. أردا جولر يفضل أنشيلوتي عدم الدفع باللاعب رغم عودته إلى التدريبات الخاصة باللوس بلانكوس عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم. وستقام مباراة برشلونة وريال مدريد مساء السبت 28 أكتوبر 2023 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في الجولة 11 من الدوري الإسباني. وتنطلق صافرة بداية المباراة في 3:15 مساء بتوقيت المغرب، 4:15 مساء بتوقيت مصر، 5:15 مساء بتوقيت السعودية، 6:15 مساء بتوقيت الإمارات. تشكيل ريال مدريد المتوقع في الكلاسيكو كالمعتاد: سيلعب كارلو أنشيلوتي بطريقة 4-3-3 من دون تغييرات، وسيدفع بكيبا في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي ميندي وروديغير وألابا وكاربالخال.
أما خط الوسط فسيتواجد فيه الثلاثي فالفيردي وكروس وتشواميني مع ثنائي هجومي مكون من فينيسيوس ورودريغو وخلفهما بيلينغهام. أما بخصوص تشكيل برشلونة المتوقع في الكلاسيكو، عادة ما يعتمد المدرب تشافي هرنانديز على طريقة 4-3-3، وفي مباريات الكلاسيكو القادمة ضد ريال مدريد سيواصل الاعتماد على نفس الطريقة. سيدفع تشافي بتير شتيغن في حراسة المرمى، وسيتكون الدفاع من الرباعي بالدي وكريستنسن ومارتينيز وكانسيلو، وأمامهم الثلاثي روميو وغوندوفان والناشئ فيرمين، وسيقود الهجوم ليفاندوفسكي ولامين يامال وجواو فيليكس. أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مجريات مباراة برشلونة وريال مدريد للمعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي، وستنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكالعادة سيأتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس HD1.